لمن يعتقد أن كرة القدم مجرد لعبة، هي أكبر من ذلك. كرة القدم بالفعل توحد الشعوب وبتخليك تتعرف على ثقافات بلاد وأسامي لعيبة ما كنتش تسمع عنها في طبق اليوم. بس في نفس الوقت كرة القدم ممكن تكون سببا في اندلاع حروب ونزاعات بين دول، وده اللي حصل بالظبط بين سلفادور وهندوراس. سنة 69 اندلعت حرب بين السلفادور وهندوراس بسبب مباراة كرة قدم. الحرب استمرت 4 أيام. حرب الكرة أو حرب ال100 ساعة كان وصفها أحد الكتاب. نزاع مسلح استمر ل4 أيام بين السلفادور وهندوراس، اشتعل بين البلدين إثر هدف قاتل جاء في مباراة لكرة القدم. قبل مونديال المكسيك نسخة عام 1970 كانت المنافسة على أشدها بين منتخبي الهندوراس والسلفادور بغية التأهل لكأس العالم. السلفادور واجهت الهندوراس 3 مرات في أقل من شهر تقريبا من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم في المكسيك. في السنة دي وتحديدا يوم 27 يونيو كانت النتيجة هدفين لكل منهما في مكسيكو سيتي، وكانت هذه المباراة الثالثة بين الفريقين في غضون أسابيع علشان يتأهلوا للمونديال في المكسيك في منافسة لم يكن لها مثيل. المباراة الأولى في تيجو سيجالبا انتهت بفوز الهندوراس، وفي المباراة الثانية فاز سلفادور. علشان كده القدر شاء انهم يلعبوا مع بعض مباراة فاصلة في مكسيكو سيتي يوم 27 يونيو بالتحديد. نتيجة المباراة لغاية الدقيقة 10 من وقت بدل الضايع تشير إلى تعادل سلفادور وهندوراس إيجابيا بهدفين لكل منهما، وفي الدقيقة 11 من عمر الوقت الإضافي تقدم لاعب سلفادور الشهير وقتها موريسيو الشهير ببيبو، ودخل منطقة الجزاء ووضع رأسية في شباك الهندوراس معلنا عن الفوز للسلفادور. وفي الذكرى ال50 لاندلاع الحرب قال رودريجيز صاحب الهدف الشهير لما سجلت الجون انه ما كانش مصدق ان لسه في وقت قدامهم عشان يتعادلوا، كان متأكد انهم فازوا خلاص وانتهى الحوار. واضاف: شعرنا اننا علينا واجب وطني وهو الفوز من اجل السلفادور، كنا خايفين من الهزيمة بسبب الظروف دي، الهزيمة كانت هتبقى عار بالنسبة لنا ملازمنا لمدى الحياة، اللي ما كانش في خيالنا ان الفوز ده هيكون رمزي للحرب. وقال ان الهدف بالنسبة له كان مصدر للفخر، والسلطات وقتها استغلت الفوز ده لتمجيد صورة السلفادور. المهم خلصت المباراة فوز السلفادور ب3 أهداف مقابل هدفين، واللعيبه سلموا على بعض وتمام. بس اللي حصل بعد كده لا يتشاف ولا يتحكي. في ظرف 3 أسابيع اندلعت الحرب بين البلدين. بسبب ايه؟ هقول لك انا بسبب ايه. الآلاف من السلفادور هاجروا لهندوراس. وصل عدد السلفادوريين في هندوراس قبل المباراة الفاصلة حوالي 300 ألف مواطن، معظمهم حبوا ان هم يشتغلوا في الزراعة. سكان هندوراس وحكومتها ما قبلوش بالوضع ده، علشان يقوم رئيس الهندوراس بترحيل آلاف من السلفادوريين عشان يرجعوا لبلادهم مرة تانية. الإعلام السلفادوري كان بيقول ان المهاجرين من هندوراس كانوا يعانوا من الاضطهاد وكمان الاغتصاب، وتعرض عدد كبير منهم للقتل. كانت الأجواء متوترة لغاية ما جت مباريات تصفيات كأس العالم، واللي كانت السبب في إشعال فتيل حرب كرة القدم. السبب الرئيسي للحرب كان أعمق بكتير من كرة القدم، حاجة كده بترجع جذورها لقضايا الإصلاح الزراعي في هندوراس والهجرة ومشاكل السكان في السلفادور. أثناء المباراة الثالثة كان الجماهير السلفادور يهتفون قتلة قتلة، وفي الأيام التالية وقعت مناوشات حدودية، وأمرت حكومة سلفادور وقتها بغزو هندوراس وشن غارات جوية ضدها. هندوراس تسكت لا، تقوم رد عليها وتبدأ بالضرب هي كمان. السلفادور كانت أقوى عسكريا وده كان معروف، علشان هندوراس تطلب وقتها من منظمة الدور الأمريكية التدخل لإيقاف الحرب، لكن السلفادور كانت متمسكة في حقوقها المتمثلة في تعويض مواطنيها المطرودين من الهندوراس. لاعب السلفادور رودريجيز صاحب الهدف الشهير قال ان الناس كانت شايفه ان الهدف هو اللي اشعل الحرب، في الواقع كانت الحرب ستندلع بالهدف او بدونه. ده كان اول شخص يكتب تقرير عن الحرب دي. ريزارد ده كتب في مذكره بعد كده انه شاف الناس هي كاتبه على الحيطان في الشوارع: لا احد يهزم هندوراس، سوف ننتقم 3 مقابل لا شيء. منظمه الدول الامريكيه نجحت انها توقف الحرب. يوم 18 يوليو بعد معاناه السلفادور سحبت قوتها بعد الضغط الدولي، الحرب تسببت في تشريد اطفال وموت اشخاص من البلدين. الحرب استمرت 4 أيام متتاليه، مفيش نوم، في خوف، دم، الشوارع حرفيا اتحول شكلها للون احمر دموي. الحرب اتسمت بحرب ال100 ساعه، حرب مات فيها 3000 شخص معظمهم مدنيين، 900 من السلفادور و2100 شخص من هندوراس. الصراع لغايه حالا ما انتهاش بين البلدين، التعامل اتقاطع تماما والحدود اتقفلت بين الدولتين. في الحقيقه الهدف عمره ما كان سبب انها تقوم حرب، كانت حجه اصلا بين الطرفين عشان الحرب دي تقوم. زي ما قال اللاعب ان دي حرب كانت هتحصل، راح فيها ناس ما كانش ليهم اي حاجه غير انهم رايحين يشجعوا بلدهم في كاس العالم. كمان ان الحرب دي كانت هتقوم سواء فازت هندوراس او فازت السلفادور. علشان كده صاحب الهدف قال بعدين انه رغم كل اللي حصل فريق السلفادور فضل شايل كتير من التقدير والاحترام لفريق هندوراس المنافس. المباراه ما كانتش بين عدوين بل بين فريقين رياضيين متنافسين. في النهايه الحرب اللي قالوا عليها انها حصلت بسبب جون خلصت، بس الصراع بين البلدين ما خلصش لغايه حالا، وكل التعامل والمعاملات انتهت واتقفلت الحدود بين الدولتين علشان تكون اول مباراه غيرت في التاريخ ده على حسب كلامهم يعني. عموما كرة القدم عمرها ما تكون سبب في اندلاع حروب ولا موت اشخاص، خلي اللي يقول غير كده يقول، ملناش دعوة. دي بقى يا صاحبي حكاية الجون اللي قوم حرب كاملة بين بلدين زي ما هما بيقولوا. اشوفك في حكاية جديدة، سلام يا صاحبي.